السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض عاشوره بطريقه سهله جدا وكريميه وطعمها جميل جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا قمح جايباه من عند العطار اللي هو البليله. ابتدي ان انا انقيها كويس وبعد كده ابتدي ان انا اغسلها كويس تحت الميه واسيبها منقوعه حوالي ليله كامله او حوالي 6 ساعات. وابتدي ان انا اغسلها كويس بالشكل ده وبعد كده اصفيها من الميه وابتدي اكون مجهزه معايا حله على البوتاجاز. انزل بالقمح على الحله وانزل عليها بربع كوبايه سكر وانزل عليها بلتر ميه لغايه ما يستوي معايا. ميزه السكر اللي احنا ضفناها في الاول في السليق مع القمح ان هي بتدي تسكيره كده للقمح. بعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها. اول ما القمح بدأ يخش معانا في السوا ابتدي انزل عليها بمعلقتين كبار من الرز غسلها كويس وابتدي ان انا اسلق القمح كويس جدا. اول ما القمح والرز بدأ ان هم يستووا معايا ابتدي ان انا انزل عليها بلتر حليب. بعد كده اكون مجهزه معايا 2 معلقه كبيره من كريم شانتيه واكون مجهزه معايا 2 معلقه كبيره من اللبن البودره واكون مجهزه معايا علبه قشطه واكون مجهزه معايا 2 معلقه كبيره نشا وندوبهم في ربع كوبايه ميه وابتدي ان انا ادوبهم كويس وانزل بيها على العاشوره بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده انزل عليها بكيس فانيليا وبعد كده ابتدي انزل عليها بالسكر. والسكر هنا على حسب الرغبه. انا هنا استخدمت حوالي كوبايه صغيره من السكر. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعرف ازاي ان العاشوره استوت معانا؟ اول ما هي تبتدي ان هي تغلي كويس جدا وتطلع فقاقيع كده هي كده خلاص كده استوت معانا وبدأت ان هي تتقل معانا بالشكل ده. ابتدي ان انا اكون مجهزه معايا الكاسات ونبتدي ان احنا نغرف العاشوره في الكاسات بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده نبتدي ان احنا نزينها بالمكسرات. اي نوع مكسرات المتوفر في البيت نضيفه للوصفه بتاعتنا. اكون مجهزه معايا رشه من جوز الهند. ابتدي ان انا انزل على العاشوره برشه بجوز الهند. بعد كده انزل عليها بالزبيب وانزل عليها بالفول السوداني المجروش بالشكل ده وانزل عليها بالفول السوداني اللي هو بتاع الحلويات بالشكل ده. شايفين ما شاء الله جميله ازاي؟ شايفين حاجه بجد منتهى الجمال. انا هنا استخدمت حوالي ربع كيلو من القمح. شفتوا ما شاء الله عملت معايا كميه جميله ازاي وغير كمان طعمها جميل جدا. جربوها بجد بالطريقه دي هتعجبكم جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.